السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. ان شاء الله النهاردة وصفتنا هنعمل احلى فراخ مشوية في الفرن والفرخة كاملة. ما شاء الله، شوفوا اللحم بتاعها مستوي جامد ودايب دوب كده، وكفاية صوص الفراخ اللي بيبقى من تحت مع شوية خضار كده. حاجة روعة، يعني انت هتسيبي الفرخة وهتاكلي الصوص بتاعها. شوفوا الجمال. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا معاكم الصدر هتة ما شاء الله مستوي ودايب دوب ازاي، بتقطع على طول. اهم حاجة يكون وزن الفرخة معانا من 2 كيلو ل2 وربع، ما تكتريش عشان تستوي معاكي على طول. شوفوا الخضار مستوي وطعمه اجمل من الفراخ كمان. معايا فرخة وزنها زي ما قلت لكم من 2 ل2 وربع، معلقة هريسة شطة، عليها معلقة من الصلصة وملح وفلفل اسمر. وده الخضار، انت حابة تحطي خضار اللي بتحبيه حطيه، ده طبعا كله هيبقى تحت الفرخ. معايا الفرخة وهتبلها طبعا بمعلقة هريسة الشطة والصلصة والبهارات بتاعتنا. حابة تحطي اي بهارات متوفرة عندك، ممكن تحطي توم وبصل بودر، بس انا بعرفك بقلل البهارات هتطلع معاكي الفراخ طعمها جميل جدا. غسلين الفرخة بتاعتنا ونقعينها في مية وملح وليمون لمدة ساعتين كده. ما شاء الله، وغسلنا غسلة حلوة تحت الحنفية كده. هحط الملح والفلفل الأسمر على الصوص بتاعنا، معلقة هريسة الشطة ومعلقة الصلصة، وهقلبهم كويس. همسك الفرخة بتاعتنا كده وهتبلها بالصوص بتاعنا كده، وهتحطي حوالي معلقتين من الزيت، ما تكتريش عشان الفرخة طبعا بتنزل الزيوت اللي فيها، فاحنا ما نكترش الزيت كمان عشان ما تبقاش دسمة. همسك الفرخة كده وهتبلها من جوه ومن بره ومن تحت الجلد كده، يعني خليها تشرب من الصوص بتاعها، ولا فرمنا بصل ولا اي حاجة، وهيديك طعم جميل جدا. هحشيها بقى الخضار بتاعنا شوية كده فيها، والخضار الباقي هحطه من تحت في الصينية. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس واشترك في القناة ليوصل لكم كل جديد من مطبخي. ودعوة حلوة كده من قلبكم، وشيروا الفيديو لكل حبايبكم واصحابكم يا حبايب قلبي. هحط بقى الأجنحة في قلبها كده، وأي كبد وقوانص عندك ممكن تحطيها فيها، هتستوي وهتبقى جميل. طبعا أهم حاجة الدبوسين كده بخيط عندك، عشان طبعا شكل الفرخة، وعلشان تبقى تاخد الصينية تاخدها حلو كده. هنربطهم كده زي ما الفيديو بتاعنا موضح. اعملي وهتدعيلي دعوة من قلبك يا حبيبة قلبي، دعوة حلوة كده من قلبكم يا حبايب قلبي، لأختكم أم مريم صاحبة قناة أكلك أحلى مع ولاء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفرخة بقى الصينية بتاعتنا كده، معايا الخضار بتاعنا جزر وفلفل وبصل متقطع وفلفل ألوان. أي خضار عندك، ممكن تحطي بطاطس، يعني الحاجة اللي تعجبك حطيها. رشة ملح ورشة فلفل أسمر كده عشان أتأكد من التمليحة بتاعة الفراخ. وهحط الخضار بتاعنا في الصينية من حوالين الفرخة كده، والله بيبقى شوية الخضار دولت أحلى من الفرخ. ممكن تعملي معاها شوية مكرونة، تعملي معاها رز أبيض، رز بشعرية، اللي يعجبك هتعمليه، بيبقى طعمها جميل جدا. عصرة ليمونة كده، بلاش تحط خل عشان الخل هيبقى ريحته في الفراخ. عصرة ليمونة جميلة كده، واركنيها بقى في التلاجة حوالي ساعتين أو تبيتيها يوم كامل. بصراحة ما شاء الله، شوية شطة حلوين كده وشوية بابريكا عشان اللون بتاعنا
يبقى زي ما هو موضح معاكم كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. احط حوالي كوبايتين من المية بالطريقة دي بالفويل بتاعنا بقى، وغطي الفرخة كويس في اليمة اللي بتلمع علشان اليمة التانية غلط. غطي كده عليها كويس، وممكن تسويها على عين البوتاجاز او تدخليها الفرن. بتستوي على طول وتديها لون كده تحت الشواية. انا هحطها على البوتاجاز من فوق، انتي ممكن تحطيها في الفرن هتديكي نفس التسوية ونفس الفرن، بس هتاخد وقت كتير شوية، فاحنا بنقتصر الوقت وبنحطها على عين البوتاجاز. نار عالية في الأول كده لما تدي غلوتين، وبعد كده هتهدي النار. شوفوا ما شاء الله بعد ما خرجت من الفرن وحمرناها، والله كان طعمها جميل وروعة، وكفاية ريحتها والصوص اللي نازل ده حاجة روعة من الآخر، يعني يتاكل بالعيش، مش مستاهل رز ولا حاجة. ومعاكي أحلى فراخ مشوية هتقدميها لأولادك، وتنفع في العزومات، وتنفع في كل وجبة هتحطيها لأولادك بطريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش أي افتكاسات خالص. وبقدم لكم الأكل يعني ما شاء الله البنوتة اللي لسه أول مرة تخش مطبخ هتعملها على طول. ممكن تقطعيها، بس أنا حبيت أعرفك إن بالفرخة كاملة ممكن تقدري تشويها. لو حجمها صغير حجمها كبير هتاخد وقت كبير. شوفوا ما شاء الله اللحم بتاعها مستوي، حتى جيت أقطع الورك الدبوس العظمة ثبت فيه من كتر السوا. شوفوا ما شاء الله حتى اللحم دايب خالص، وكفاية الصوص اللي تحت الفرخ. وده كان فطار ان شاء الله النص من شهر رجب. كل عام وانتم بخير، اللهم بلغنا رمضان. شوفوا ما شاء الله الجمال. هتقدري تعملي ولا غير ان انت تشويها تحطيها على السيخ، تشويها في فرن البوتاجاز وتاخد منك وقت وتغلبك، لا في الصينية وهتعمليها بكل سهولة. هتقدمي معاها اي حاجة انت بتحبها، مكرونة ماشي، رز ماشي، بعيش ماشي. شوفوا ما شاء الله الفرخة بتتحدث عن نفسها. مفيش تسلم ايدك يا قلب اختك لأم مريم. شوفوا ما شاء الله حاجة كده روعة. وده كان فيديو النهاردة يا حبايب قلبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله. سلام.